في أحد المستشفيات الهادئة بمدينة دمياط، كانت هناك ممرضة شابة اسمها شهد، تعمل في قسم العناية المركزة. كانت محبوبة من الجميع، لكن ما يعرفوش الناس إنها دايماً كانت بتكتب ملاحظات عن المرضى، خصوصاً اللي على وشك الوفاة. تقول إنهم ساعات بيتكلموا كلام غريب قبل ما يموتوا. في يوم جالها راجل كبير في السن فاقد الوعي، اسمه الحاج شريف. مفيش أي معلومات عنه غير بطاقته، وبيفترضوا إنه مريض قلب. بعد يومين الراجل فاق، لكنه طلب من شهد طلب غريب جدا. قال لها لو مت في شنطتي جواب، ما تفتحيهوش، بس سلميه لأول حد يجي يدعي إنه يعرفني. شهد استغربت، لكنها وافقت. المفاجأة، ولا حد جه يسأل عنه لمدة 6 أيام كاملة. وفي اليوم السابع توفى الحاج شريف وساب وراه الشنطة. شهد بدافع الفضول فتحت الجواب واتفاجئت بكلمات: أنا قتلت بنتي من 20 سنة وقلبي مرتاحش من ساعتها. دفنت السر في البيت القديم اللي فيه شارع البحر، واللي يلاقيه يوصله لأهلها يمكن يسامحوني. الصدمة كانت لما شهد قررت تروح العنوان بنفسها، ولقت البيت فعلا موجود، لكن متأجر لعيلة تانية. والعيلة دي قالت إنهم من سنة لقوا عظمة صغيرة أثناء الترميم، لكن افتكروها من حيوان. شهد دخلت في صراع، تبلغ الشرطة، تسكت، والأغرب بعدها بأيام جالها اتصال من رقم مجهول قال: انتي فتحتي الجواب يا شهد، اللي زيك مش بيعيشوا كتير.